السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. والله ما جاي نسبكم ولا جاي نعايركم ولا جاي نهضر معاكم غيرة وحبا فيكم. وش نقول لكم؟ يا متى يبقاو هاد القنوات وهاد الخباث هاد المفسدين في الارض هادو يسرقوا منا فرصة رمضان؟ شحال من واحد تعرفه انت، ولا شحال من واحد تعرف فيها انت، كانوا معانا في رمضان تاع العام في رمضان هذا ماتوا، الله يرحمهم، الله يرحم المسلمين. إلى متى نبقاو ضحية الاستفزاز؟ خاطر ما يقول لك الفنان الذي لا يستطيع أن يستفز شريحة كبيرة من المجتمع هو فنان فاشل، هو في الحقيقة مفسد، هوش فنان. عندهم ناس قارين على الاستفزاز، قراو عقلية الشعب الجزائري، عرفوا باللي شعب تغلب عليه العاطفة، يعرفوا كيفاش يتفزوك. جابوا واحد مثلا لقى صحافية تسقسي فيه أسئلة، من بعد قالوا لنا ندوك سيارة، من بعد عطاوها لعبة ويناض الشعب. بعد هو راح استضاف الصحافية اللي كان معاه وشربوا لاتاي. وشكون هو اللي مضحوك عليه؟ المضحوك عليه هو الشعب. جايبين وحدة زعما كانت، سمعوا لي الآباء والأمهات، كانت بايتة مع صاحبها وجاية داخلة عادي للهيدا جون، يعرفوا كيفاش يسموا. بالمناسبة يديروا لك المظاهر الإسلامي، يدوك الحجاب، هذاك الحشره هذاك. بالمناسبه علاش انا كرهكم يا المناصرين تاع كره القدم، هذوك الحشرات هذوك اللي سافروا مع لي زيكيب، ما تقول لي لا ليكيب لا يحزنون. نكرهكم، انتوما حشرات، انتوما اسوا ما انجبت الجزائر، مناصرين تاع كره القدم. وربما كاين منكم اللي يتبعني ويبغيني، نكرهكم، ما نبغيكمش الله غالب. ولو كان جات السلطه في يدي والله غير ناكلكم بالفلاقه، والله غير ناكلكم بالفلاقه انتو. جايبين واحد هكا يهدد في الناس وعارف واقيلا في ناس صحراء ولا مش عارف انا، ويقول لهم الجزائر العاصمه غادي ندير لها، وكاتبين العنوان بولهيه. ديروا اسمه، قولوا مناصر تاع الحراش، قولوا مناصر من مناصرين كون. علاه تقولوا بولهيه؟ علاه دائما تحصلوها في بولهيه وفي المعجبه وفي المنقبه؟ باش تعرف بلي هاد الناس كيما في المشرق الاسلامي، اغلب الفنانين هذو المشهورين هذو شكون؟ نصارى. وروح عوسوا، روح عوس اكد، نصارى ودروز وعلويين، اغلب المشهورين. وكاين منهم منبطحين من اهل السنه عرب. في المغرب الاسلامي الاغلبيه تاع الفنانين المشهورين تلقاهم يكرهوا العرب، تلقاهم شعوبيين ويعتبروا العرب محتلين لشمال افريقيا. وكاين فرنكو بربريست ولاؤهم لفرنسا، وعاطين كما قال لك باصمين بالعشره على فرنسا باللي هذه الجزيره غادي ينتقموا منها ومن شعبها المسلم السني. سمعت؟ الى متى نبقاو حنا؟ رانا في اليوم الرابع، مازال كاينه فرصه باش تخلوا هذه المسلسلات وهذه الحصص كما كانوا يديروا على الحمله واحد الوقت، قال لك خليها تصدي. مازال الوقت امامنا باش تخلي هذا الشيء يروح يصدي. ثم النجاح كيفاش راهم يقيموا؟ راهم يقيموا النجاح بالانتشار في وسائل التواصل الاجتماعي. هما يستفزوك، تروح تجيب اللقطه وتحطها عندك في فيسبوك وتقول لابد لسلطه الضبط السمعي والبصري ان تتدخل، ويبداو الناس يعلقوا. بالنسبه لهم هذا شنو؟ هذا نجاح. قدروا يستفزوك باش انت تنشر لهم الاعمال تاعهم. صحيح مانيش نلوم فيك، حتى انا قادر نطيح في هذه الغلطه، لكن الى متى نبقاو نكرروا في نفس الغلطه؟ الى متى يبقاو يستفزوا فينا ويتلاعبوا بينا؟ ما تروح لعندهم، ما تجيب مسلسلاتهم، ما تعلق عندهم، ما تسبهمش، تروح عندهم في التعليقات زعما تسب فيهم ولا تقول لهم كذا وكذا وكذا، تراك تزيد لهم في التفاعل. لانه وسائل التواصل الاجتماعي ما عندهاش عقل يميز. وسائل التواصل الاجتماعي تميز بكثرة التعليقات وكثرة التفاعلات، هو النجاح. هذاك هو العمل الذي يبرز للمشاهدة ويقترحوه على مشاهدين آخرين ربما في دول إسلامية أخرى، يقولوا شوفوا الجزائريين هذا العمل دار شهرة عند الجزائر، وهو الجزائر ربما كارهين هذاك العمل، لكن طريقة التعامل تاعهم مع هذاك العمل طريقة كانت خاطئة، ولهذا انتشر. يروح يبثوا عند مسلمين واحد آخرين ويديروا له ترجمة، وراك ساهمت في إفساد مجتمع آخر وأنت لا تدري. دير بوز لهاد الهضره وعاود تسمعها من جديد باش تفهم شنو راني. رانا في اليوم الرابع، مازال كاينه فرصه باش تديكونيكتي.
يا سيدي روح ريح مع مرتك وولادك، ربما انت عام كامل ما تهضر مع مرتك مع ولادك، احكي لهم على قصص ولا علمهم الدين ولا. المهم ديكونيكتي هذا التلفزيون خلال هذا الشهر، ربما يكون اخر رمضان لكلية. ديكونيكتي هذا التلفزيون، التليفون استعمله الا للضروره، الا للضروره. انا رمضان هذا مكش باغي نبان اصلا، لكن لازم نبانو وقتاش لازم نبان. وهذه نصيحه راني نقول لك فيها اخويه، مانيش نلوم فيك مانيش نسب فيك، راني نقول لك الى متى راه مازال كاينه فرصه. رانا في اليوم الرابع. ديكونيكتي هذا التلفزيون، ديكونيكتي هذا الفيسبوك، ديكونيكتي وخليهم. خلي هذه المسلسلات تصدي، خلوهم يصدوا، لأنه هاد الناس يكرهوكم ويكرهوني، يكرهوكم. هاد الناس ينوبون عن الشيطان في رمضان. إذا الشيطان يصفد هادو يجوا ينوبوا عليه، اللي انت ريح ترونكيل، حنا غادي نكملوا الخدمة. للأسف حنا كما قال لك بسبب ما بيش أنا مايش باين نقول كلمة قاسية، المهم ما نقولهاش، رانا نزيدو نساهمو في الطغيان تاع هؤلاء. لازم نفيقو، لازم نفيقو. رمضان هذا فرصة لذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، الصلاة، النافلة، التقرب من الأهل، تقرب من مرتك، من ولادك، من أهلك، من أمك، من بوك، من الأقارب تاعك. تصدق في سبيل الله. تذكر، شوف العي تاع كاش يتامى تفكرهم، كاش مريض، روح سيدي ضرب دوره في السبيطار، كاين ناس ما عندهمش اللي يزورهم، روح لدار المسنين. في رمضان عندها اجر اكثر من وقت اخر. ما تخليش الناس هذه المفسدين في الارض يسرقوا منك فرصه رمضان. رانا في اليوم الرابع. ديكونيكتي وما تتفرجش وما تتفاعلش، ما تروحش تعلق عندهم وما تروحش تسبهم، ما تروحش دير لهم اغضاباني وكذا، ولا تجيب مقطع وتقولوا شوفوا يا الجزائريين شوفوا واش راهم دايرين، شوفوا راك تزيد لهم في التفاعل، راك تزيد في انجاح العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تميز بين الحلال والحرام، وانما تعتبر النجاح بكثره الانتشار وكثره التفاعل. كاين حاجه اخرى، كاين بعض الاخوه الله يهديهم، الله يهديكم ويهديني، انا باليش انا جهلا ولا كاين اللي الله غالب في دمه تجري واحد الحاجه يسموها الشتاء، واحد باين باللي مفسد في الارض. كاين الفرق واضح بين العاصي الفاسق الترونكيل اللي ما يأذيش الناس، اللي ولاد المسلمين ما يقتدوش به، هذاك خير من اهل البدع، كما قال اهل العلم فساق اهل السنه خير من اهل البدع. هذاك هو اللي ما يأذيش الناس، الغير مفسد في الأرض. أما الفاسق العاصي المفسد في الأرض هذا لازم له حد الحرابة، وأخفه النفي من الأرض. وروحوا قولوا لهم الحقيقة، ما تبقاوش تكذبوا عليهم. أنت راجل، أنت زعيم، أنت عندك عقيدة سليمة، شغلة خاصك، وهو مفسد في الأرض، وربما هو مغتر بكلامكم ومازال يمارس في الإفساد تاع في الأرض. قولوا لهم الحقيقة، واجهوا بالحقيقة، يا إنسان أنت مفسد في الأرض، تقرب إلى الله حتى يتقرب منك. حبس الإفساد في الأرض، حبس الغنى، حبس هذيك الفيديوهات اللي تعرض فيها أشياء يروحوا ولاد المسلمين يقتديوا بك فيها. والله يغفر لنا ويغفر لكم، والله يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم. هذا ما نقولكم.